يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. ارزقنا يا رب. يا اسطى عرفان ارزقنا يا كريم. أهلا بحضراتكم. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وملخص فيلم جديد للنجم سلمان خان. أرجو لكم الاستمتاع بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله. سلام. بيبدأ الفيلم بريم ممثل شغل ممثل على باب الله، راكب مع زميله الموتوسيكل ولا بتتبرع انت بفلوسك ليه؟ قال له عشان الأميرة ماتلي. راحوا المعرض، شاف صورتها واقف قدامها يتجنن ودماغه تعبانة. لابس حلو أوي، افتكرها نازلة معسكر اللاجئين. نازلة هنا بتقول له بوسني يا توتو، بس ده مسبهل عمال يبصلها بصات متقطعة وبيقول له واحدة هي هتيجي هنا امتى؟ قالت له مش هتيجي، ده هتروح عند الأمير فيجي لأنها مخطوبة له في حفل التتويج بتاعه، وأنت ممكن تاخد تبرعاتك وتروح لها وتديهم التبرعات هناك. قال لها أوكي، ونيجي هنا للقصر بتاع فيجي. بنبص نلاقيه صورة طبق الأصل من بريم. هما الاتنين توأم ولا إيه؟ بقينا أبوك الشاي يا جماعة. وهنا بيتبارز مع واحد اسمه أجاي، وده أخوه من أم تانية. مش بقول لكم أبوه شقي جدا؟ عامل صومعة. وهنا سانجاي وديوان بيقولوا لازم في حفل التتويج بتاعك تروح لاخواتك البنات تخليهم ييجوا يقابلوا الأميرة ميتلي. هي دي الأصول، ودول اخوات البنات القرشانات اللي هم مش قابلينه وكارهينه وعاملين معاه عداوة مش عارفين سببها ايه. ديوان قال له لازم تروح لهم وتصالحهم، خليك انت الكبيرة في جاي. قال له حاضر يا ديوان، الله يحرقك. راح لها رمته بالكورة. ديوان قال له معلش استحمل. لا، المحامي دخل عليه مش عايزة تقابله. قالت له امشي اطلع بره، وطلعت على السلم فوق وسابته. ايه ده يا صاحبي؟ اتخنق وفتح زرار الجاكيت اللي لابسها ومشي. ركب العربية بتاعته بالحصينة وعمال يفكر في اخواته البنات، وده السواق والمعلم سرحان وحاطط السماعات في ودانه. بنبص هنا نلاقي السواق عمل حركة بهلوانية وطلع فوق العربية ونط على الشجرة وساب العربية تجري على التل عشان يموت فيجي. قشطة يا باشا، دي عملية بهلوانية وعملية خيانة. طلع فيجي عشان يوقف الحصينة مش عارف، بيشد في اللجام مش عايزين يوقفوا، فكفوا الحصينة. فك الحصينة ونط هو من فوق عشان يموت. اتدغدغ واتشقلط، وهنا واحد بيراقبه وهو بيقع. وبريم راكب الأتوبيس ورايح الحفلة. هنا عايز يروح يجيب شوية حلويات وشوية حاجات للزيارة. لقى واحد من القصر بتاع الملك فيجي خد كل حاجة. هنا بيشوفوا سانجاي مش مصدق الشبه. قال له ممكن توديني الأميرة ميتلي؟ قال له اوكي، اركب معاه العربية. ركبوا معاه فرحان جدا واخدوا معاه للقلعة. القلعة دي فيها سر. قال له استناني هنا شوية وهجيلك تاني. دخل كده من سرداب لتحت. السرداب ده فيه مين؟ فيه فيجي لسه عايش ما ماتش، راكنينه تحت كده وبيعالجوه في غيبوبة. وبيحكي القصة كلها لديوان، وخد ديوان يشوفه. ديوان مش مصدق الشبه اللي بينه وبين فيجي. قال له ايه الحكاية الغريبة دي؟ لازم ناخده عشان يحل محله. وخد المعلم بريم لفيجي عشان يشوفه وحكى له كل حاجة، وقال له أرجوك أنت مثل الدور بتاعك ده على أكمل وجه، وقابل الأميرة ميتلي لحد فيجي ما يفوق عشان حفل التتويج. قال له كان عامل كل حاجة ومش عايز أي مقابل. عملوا له شنب زي فيجي عشان يروح يشوف الدنيا فيها إيه، وجابوا له فيديوهات عشان يشوف يتعامل إزاي مع الناس. وقاعد هنا مع ديوان وبيديله كل المعلومات الكافية عشان يعرف يمشي في المهمة بتاعته. وقالوا له اعمل انت، التزم قسم الصمت عشان متعرفش تتكلم لغات زي الأمير فيجي. ودي سميرة وشراغ، وده شودان اللي كان بيحاول يموت فيجي، وده أخوه أجاي. الدنيا كلها أجاي وفيجي ومجاي، الله يحرقكم بجاز. هنا الواد أجاي بيقول ازاي أخويا يكون عايش يقع الوقعة دي كلها من فوق الجبل ما يعرفش إن هو هندي ولا إيه. وهنا شراغ بيقول له مش هعديها، ولو لسه عايش هخلص عليه. فهمان يا سميرة؟ قالت له فهماك يا شراغ. وهنا حفل التتويج والمعلم واقف واخد معاه الورد. الورد جميل ومستني ميتلي. واقف قدامها يزبهل مش مصدق ان هو شايفها قدامه. دخل عليها ومديها الورد ويوصلها، راكب جنبها في العربية عمال يبص عليها وحالته حكاية، وعمال يبص لها ملتزم الصمت، والدنيا هايصة ومايصة جواه مش عارف يعمل ايه. وهي زعلانة بتقول انا عارفة ان انت هتتجوزني عشان والدك كان عايز كده، لو بتحبنيش ارجوك سيبني وحلني يا عم الحاج. هنا
كسر الصمت بتاعه عشان يثبت لها ان هو بيحبها. عمال يتكلم معاها بيقول لها يا صاحبتي ما تقلقيش، انا فعلا بحبك، وخدها تزور كل الاماكن اللي هو اتربى فيها. بيقرب منها جدا، والمعلمين بيشوفوا الكاميرات وحاسين ان في حاجه غلط. قالوا مش ممكن ده يكون في جاي، ومش ممكن اخويا يكون عايش بعد الواقعه. وهنا البت ميتلي بدات تقرب من المعلم بريم. بتحسبه في جاي يا جماعه؟ قالت له كنت طلبت منك ان انت تحلق شنبك وما عملتوش. راح شال الشنب عشان يثبت لها ان هو بيحبها، وفعلا قابلها تاني يوم وقاعدين هنا مبسوطين جدا مع بعضيهم، وبيثبت لها بكل السبل ان هو بيحبها وان هو اتغير، وعمال يلعب مع الاطفال ويشرب من الميه. ودول اخواته القرشانات ريا وسكينه. مقابلهم ميتلي عشان تحضنهم، هم مش قابلينها وبيرموا الهديه بتاعتها على الارض. حاجه غريبه جدا. وخدوا بعضهم ومشيوا. ميتلي هنا زعلت جدا ومتضايقه. بريم اصر وفكر ان هو ازاي يرجع اخواته البنات دول لحضنه ويصلحهم، وقعد مع سنجان عشان يفهم منه الدنيا فيها ايه. وهنا اخته شغاله محاسبه في بنك او في مزرعه، ما تدقوش. هنا راح لاخته عشان يكلمها ويقدم لها هديه، مفيش فايده. رفضت الهديه وخدتها رمتها هي والهدايا بتاعته كلها. قالت له مش يطلع بره، هو متاثر وزعلان جدا مش عارف يعمل معاها ايه. والمعلم اجاي بيكلم شراغ، قال له انا عرفت القصه كلها وعرفت ان في ملعوب، وانا هثبت لك ان جاي لسه عايش والواد ده ممثل. وهنا ميتلي كاتبه اسمها واسم المعلم في جاي على الورد. اخت رمت الكوره عليهم عشان متضايقه منهم جدا. هنا الواد بريم فكر، جاب كوره وقال لازم نلعب كلنا مع بعضينا، مفيش ملك بيعمل كده يا ابني. وفعلا الناس كلها هاصت وقالوا يلا نلعب يا رجاله. قعدوا يلعبوا، فنزلت البيت اخته القرشانه ريا عشان تلعب معاهم لانها لعبت كوره قديمه. وفعلا لما نزلت تلعب معاهم اثبتت جدارتها وخلت البنات هم اللي يكسبوا المباراه. هند يا باشا فعلا فازوا واتبسطت جدا، وراحت لحضن اخوها ونسيت كل المشاكل اللي بينهم، وقعدت تكتب اسمها واسم اخوها معاهم. جت اختها التانية سكينة، قالت لها يلا يا بت وشيلي الكلام ده كله وقت الشنط وهنمشي ونسيب له المكان. قالت له بقول لك ايه، مش ممكن اصلح معاك الا لما اخد القصر بتاعك اللي انت عايش فيه، اللي امي طردت منه واحنا صغيرين واتحرمنا منه طول العمر. قال لها ما تقلقيش هكتبهولك، وانا هثبت لك ان انا بحبك جدا يا قطه. هنا ديوان زعل من اللي عمله الواد بريم وقال له كده مهمتك انتهت معانا ولازم تمشي من هنا يا الله يحرقك، عايز تديها الثروه والقصر ولا ايه؟ لكن جاله تليفون من الدكتور، راح جاري لقى المعلم في جاي مش موجود واتخطف، والحارس بتاعه اللي مخلص نمر ده مشنوق، وفي رساله مكتوب فيها ان هم خدوه خطفوه. كان هيقع من طوله وجاري سنجان خده على جنب وقال له هنعمل ايه؟ تعب شوية وقعد يحكي القصة كلها. قال لهم كان في القصر الكبير بتاع الملك وكل ولاده عايشين معاه وبيلعبوا العيال الصغيرين مع بعضيهم فوق السطح، وهم مشبهلين كده زي السطح بتاعنا كده فوق البيت. البيت سكينة زقت اخوها كانت ترميه من فوق القصر، لكن الواد في جاي لحق جاي وانقذه. الواد اجاي قالت لهم بعد ما ضربت سكينه اطلعوا بره، محدش هيعيش هنا مع ابني. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ده اللي عمل العداوه بينهم طول العمر، والملك قفل القصر وسابه مهجور وقعد في حته تانيه. دي كانت القصه يا شباب، وارجوك يا بريم لم شمل العيله دي من تاني. قال له ما تقلقش يا عمو. وهنا يوم التتويج العالمي والمعلم بريم واقف جنب ميتلي والدنيا هايصه كلها، وفعلا اخته مستنيه ريا وسكينة مستنيين هيعمل ايه، وبقرار ملكي منه فعلا ساب لهم القصر بتاعه وكمان هيقسم معاهم ثروته. ايه القصه دي كلها يا معلم؟ قال لها ممكن بقى ترجعي لي يا سكينة عشان تتلف على رقبته وتقرصيني تخلصي عليا؟ قالت له حاضر يا عينيا. وفعلا هي اتأثرت جدا باللي عمله بريم وبدأت تعامله معاملة طيبة. خدت الفلوس يا جماعة، أهم حاجة البرادس الفلوس. وهنا قرب في جيم من ميتلي وقربوا من بعض وحبوا بعض جدا، لكن بريم زعلان لأنه بيخدعها وماهوش في جاي وهيجي الوقت ويسيبها ويمشي، وزعلان جدا جدا. وراح للمعلم ديوان قال له مش هقدر أكمل أكتر من كده، أنا بخدعها والدنيا مش نافعة ولازم نعصر على الأمير في جاي عشان ننهي القصة دي ونخلص. جه الواد شراغ قال لهم أنا عارف يا بريم إن أنت شبيه الملك، وأنا راقبت الحارس اللي خلصان نمر دوت بتاع في جاي وقتلته وشنقته وخطفت في جاي.
وعمل نفسه بيكلم بريم بيقول له حلال عليك الملكة يا بريم قدام فيجي عشان يعرف ان بريم خاين ويوقعهم في بعضيهم ويطلع هو منها. وفعلا القصة هنا بانت خالص، وقال له لازم تيجي معايا يا بريم لوقت القتال بين فيجي وأجي، يلا أنا جاي معاك. وراح معاهم فعلا، والأمراء هيمسكوا بعض عشان واحد منهم يقتل التاني والتاني ياخد العرش. والمعلم شراغ مبسوط من اللي بيحصل، وبريم مستني الفرصة عشان يخلص الموضوع واداله المفاتيح اللي بتاعت السلاسل اللي متقيد بيها المعلم فيجي عشان يفكوا يقابل أجاي يخلصوا على بعضيهم. فراح بريم له عشان يفك المفاتيح، قال له أنا عارف فعلا إن أنت خاين. قال له أنا مش خاين، وإخواتك بيحبوك والدنيا كلها بتحبك وكل الدنيا فيها مشاكل. أنت فهمت غلط يا معلم فيجي. زقوا على الأرض وضربوا وخد السلاح عشان يروح بقى يتبارز مع أخوه أجاي الخاين عشان يخلص عليه. وفعلا مسكه ظبطوا ظبطة محترمة وقعد يضرب فيه، لكن للأسف مش قادر يقتله. فهنا بريم قال له كفاية، والناس راح تهجم على بريم. بريم طبعا قوي وشديد وقعد يضرب فيهم ويخلص عليهم. وفي الأخير راح للمعلم فيجي قال له استنى، ما كفاية ضرب بقى في أخوك يا معلم. قال له مالكش دعوة. قال له حاضر. قام جاي بريم ضرب أخوه، قال له أنا هقتله. لقى فيجي قام جاي ماسكه كان هيقتله هو. قال له عرفت إن أنت بتحب أخوك ما تقبلش عليه أي ضرر؟ قال له أنت معاك حق، أنا سامحتك يا أجي. هنا شراغ عايز يضربه، لكن في واحد مسك منه البندقية عشان ما يضربوش. أجاي كان هيقع من فوق، أخوه فيجي مسكه بالإيده عشان ينقذه. فعلا أنقذه طبعا وقدر ينقذ أخوه. أخوه بيقول له حقك عليا يا غالي. وهنا المعلم بريم قاعد يضرب في شراغ، لكن شراغ لسه عايش طبعا، واقف فوق التبة كده من فوق وماسك معاه البندقية عشان يضربهم. المعلم فيجي قال لهم استنوا هي هتقع بيه، وفعلا وقعت بيه والمعلم مات. وقدروا يخلصوا منه وتنتهي القصة على كده. والمعلم دوان مبسوط من اللي حصل وراح لميتلي عشان يقول لها القصة كلها. وفيجي هنا بيودع الدنيا كلها مع بريم، وبريم بيقول أنا ودعك يا باشا عشان همشي وارجع لحياتي وارجع للتمثيل تاني. قال له أنا بشكرك على اللي عملته معانا. والبت ميتلي شافتهم وهي بتحب بريم مش بتحب فيجي، وبريم بيديله كل الحاجات اللي جابها والهدايا والتبرعات عشان ياخد بعضه ويمشي. وديوان مبسوط منه وبيحضنه. وهنا بريم بيسلم على ميتلي بيشاور لها قبل ما يمشي، وخد بعضه وتوكل على الله. بعد فترة من الزمن قد ما نعرفش رجعوا له، بيبص بريم لهم داخلين عليه، وأم ميتلي رايحة له بتتكلم معاه قالت له ليك عندنا هدية. ولقاهم كلهم داخلين عليه، وفيجي واخد القطة ميتلي ومديها له. أنا بعتبرك واحد من العيلة وأنت أخويا التاني، وأنا جايب لك ميتلي لأنها بتحبك ومش هتحب حد غيرك. وفعلا بيرجعوا لبعضيهم وبقى واحد من وهنا بينتهي الفيلم. أرجو لكم الاستمتاع بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله. باي يا بشر.